وبيبدأ انمي أسطورة الأبطال بمشهد غريب جدا، طفلة بتجري على جدها بسرعة في حقل صغير وهي بتنادي عليه، وفجأة بيظهر الحقل وهو بيحترق، وبنشوف واحدة بتتفرج على المشهد من بعيد، والمشهد بينتهي على كده. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أهم حاجة يا جماعة الجرس، علشان هو اللي هيخلي لك كل ما انزل انمي يوصلك، علشان لما انزل يوصلك الفيديو على طول. والحلقه الثانيه من الانمي ده تنزل قريب جدا جدا جدا، وبقيه الانميات لو انت عايز تتفرج على الانميات ادخل بص على القناه هتلاقي الانميات الثانيه هتنزل قريب جدا جدا جدا. وما تنساش اللايك او الديسلايك على حسب انت عجبك الفيديو ولا لا. واهم حاجه يا جماعه التعليق في الكومنت، تقول لي كومنتك عجبك الفيديو ولا لا، تقول لي تعليقك على الفيديو هل عجبك ولا لا، علشان دوت بيشجعني ويخليني اقدر استمر. بيبدا الانمي في دوله شمال امبريا، وكان في حرب وبيظهر قائد الجنود وكان اسمه درين، وقال لهم كملوا في السير. وبنشوف 3 جنود منهم جندية اسمها لافي، وكان الجنديين متغاظين من اللي اسمها لافي علشان انضمت للحرب بعد تدريب 6 شهور بس، يعني نص سنة. وكان جندي من الاتنين كان بقاله اصلا حوالي 8 سنين، ودوت كمان كانت رتبته ما زادتش، فعشان كده كانوا متغاظين منها متضايقين منها، وكانوا بيحدفوا على بعض تلج. وفجأة وهما بيحدفوا على بعض تلج وهما كمان بيقولوا لها يا مستجدة، ظهر لهم وحش من وراهم وكان هيهجم عليهم، ولكن بتضرب عليه لافي وبتهزمه. وبعد كده وهما ماشيين كانوا بيتكلموا عن واحد اسمه روغان دوت كان كل ما يروح مكان ويقضي على الوحوش والناس والنباتات والحيوانات، وكان بيتسمى بظاهرة الشفق علشان اللي بيحصل دوت. وبعد ما بيخلصوا الموضوع بتاع روغان وهم ماشيين وبيتكلموا ال3 جنود دول بيشوفوا حفرة حديثة، والقائد كان بيقول لهم ارجعوا ما تبعدوش عن الجنود، انتوا كده بتعصوا الأوامر. بس وهما بيشوفوا الحفرة شافوا وحوش دي اسمها وحوش الدرومي. وحوش الدرومي دي بتبقى وحوش بتسمم البشر، ولازم ياخدوا مصل او ترياق علشان ما يموتوش. وبيقولوا ما ينفعش نضرب على الوحوش من هنا، لازم نقرب علشان نضرب على الوحوش. وهم بيقربوا وبعد كده بيضربوا على الوحوش، وفجأة الوحوش بتهرب وهم مش عارفين ليه الوحوش هربت. ولكن بيروحوا يشوفوا المصابين ويلاقوهم 2 واحد وواحدة، وبيبعتوهم علشان ياخدوا الترياق. وبعد كده ال3 جنود بيخرجوا ويبصوا وهم مستغربين ليه الوحوش هربت، ولكن بيكتشفوا ان الوحوش هربت مش منهم ولكن من وحش ضخم. الوحش دوت بيهجم على القائد وبيخليه يتصاب، ولكن القائد بيقول لهم نرجع لأقرب كنيسة نحتمي بيها. ولكن لافي بتهجم على الوحش والوحش بيضربها ويوقعها، فبيتدخل الجنديين اللي معاها وبيهجموا على الوحش وذخيرتهم بتخلص، ويبقى الوحش هيهجم عليهم ويموتهم. ولكن لافي بتلاقي سيف جنبها وبتاخده وبتهجم على الوحش وبتموته وبضربة واحدة قاضية. وبيظهر مشهد بعد كده بتعتذر فيه لافي للقائد علشان ما سمعتش كلامه، وهو بيقول لها عادي انا كده كده اصلا مش متصاب قوي، انا كده كده اصلا هما بلغوا في الضماد، اما انا مش متعور قوي، ولكن مش هقدر اشارك في الحرب لفترة. بيتكلم الجنود وبيقولوا للافي ان هم اتخصم من فلوسهم بسببها، ولكن هم مديونين ليها بحسائب برج الشمالي علشان هي انقذت حياتهم. وبعد كده وهم رايحين ياكلوا القائد بيقول لها خلي بالك ان اللي معاكي بياكلوا بشراهه ممكن يخلصوا لك الاكل. ولكن هم بياكلوا لقوا ناس بيقولوا لهم انه بقى في مجاعه ومحدش لاقي ياكل الا الطبقات العليا بس، وهو بيقولوا ان دوت بسبب الحرب، وكمان ان في قريه قريبه من المكان دوت هجمت عليه وحوش الدرومي. بيخلصوا اكلهم ويلاقوا الاكل طعمه جميل وبيقولوا لهم الاكل طعمه لذيذ. وبيشوفوا واحده وكمان الواحده دي تكون ام الاتنين اللي اتصابوا من شويه، وهم الحمد لله خدوا المصل وتعالجوا وخدوا الترياق. وهي بتقول لهم ان القريه من 27 سنه كانت مشهوره بالنقل البحري، وبعد ما نزل عمود ملح من السماء واتسمى بوتد الملح، ودوت كان بيحول اي حد واي حاجه لكتل ملح بيضة. وكمان ان امير القريه هرب وبقى في اعمال صخب وانتقادات، وفي ابطال ظهروا وقاموا بثوره وانقذوا القريه. وبعد كده بتحط ورده على حجاره وبتقول هنا اتاسست دوله امبريا الشماليه. وبعد كده حفيدتها بتشكر لافي على انها انقذت ابوها وامها وجدتها وبتديها دميه. وبعد كده وهم ماشيين بيشوفوا واحد اسمه روغان، ودوت اللي اتكلمنا عنه وعن ظاهرة الشفق، وبيبقى في جنود بيقولوا عايزين ننضم لجنود الظاهرة، ولكن الجنود بتوعه بيضربوهم، والناس بتقعد تهتف باسمه روغان. وبيقول انه كان في بطل زمان اسمه وينسلت،
ودوت اتخلى عن القرية وعن الدولة وهرب، وبيقول للافي انه جدها لان اسمها لافي وينسلت، والناس بتهتف باسمه مرة تانية روخان روخان. بيقول ان الابطال ماتوا علشان كده لازم نعمل ثورة جديدة علشان يبقى في ابطال جداد. وبيقول ان الجمهورية خسرت من الامبراطورية، والامبراطورية استولت على دولة كروزبيل، ودي محتاجتش غير جندي بطل امبراطوري واحد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشوف الحلقات اللي هتنزل قريب وفعل زر الجرس عشان اول ما تنزل هتوصل على طول في الجرس. علشان كده بقولك اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وما تنساش تحط لايك او ديسلايك على حسب عجبك الفيديو ولا لا، وتقول لي رايك في كومنت علشان اهم حاجه رايك، علشان تحمسني اني اكمل في بقيه الفيديوهات واعمل فيديوهات جديده وكده. علشان كده لازم تقول لي رايك في كومنت وعشان تشجعني اني استمر في الفيديوهات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، يلا سلام.